الله على راحه الضمير وانا باكل ومستمتعه وما كلفتش نفسي زيت، وجبت دي تعيش معايا طول العمر وعايشه حياتي وباكل كل اللي في نفسي حرفيا من غير قلق ولا توتر. نفسك في فراخ مشويه، نفسك تفطري طعميه، نفسك في شويه بطاطس، تعملي فراخ بانيه. انا بتهيألي انت الشهر كله مش هتحتاجي حتى ازازه زيت لتر واحد بس. اكل كتير جدا اتعمل بشويه زيت قد كده، بدل ما نشتري زيت ونكلف زيت او ناكل في مطاعم او ناكل اكل مش صحي والسعر مفاجاه. طب والله العظيم انا لو رحت انا واسرتي مرتين في مطعم بتمنها. انا مش عارفه ازاي دي ما خدتش 25 دقيقه وبقت فرخه مشويه مستويه بالجمال ده. ده احلى اختراع عرفته البشريه فعلا. ما خدتش معلقه زيت الكيلو بانيه كله. كلت وشي كل شويه عايزين اير فراير حلوه، عايزين تطبخوا لنا في الاير فراير. احنا تخنا، احنا طالعين من العيد تخنانين قد كده. حاضر يا جماعه. قلت بقى اسال اهل الخبره، الناس اللي بتجيب براندات صح، الناس اللي لما نيجي نسالهم يقولوا لنا على احسن حاجه عشان هم فعلا ناس يستاهلوا كل خير. سالت مين يا جماعه؟ الشيف شيماء الحديدي المطبخ حلا. طبعا يا جماعه هي غنيه عن التعريف، فقلت لها من فضلك يا شيف شيماء انا عايزه ترشحي لي قلايه حلوه. قالت لي عليكي وعلى جروب ايمان. وقلت لها طب بس برده ما يبقاش السعر عالي قوي، بس تكون حاجه جودتها عاليه قوي. قالت لي بصي يا ستي الجروب بتاع ايمان ده اسمه البيت الخليجي، وعندها جروب تاني اسمه البيت الاماراتي، وعندها محل في القاهره، وعندها محل كمان في اسكندريه للي حابب يروح ويشوف بنفسه. قلت لها طيب يا ستي انا دلوقتي عايزه اعمل اكلات كتير. قالت لي هتعملي فيها للصبح وبالكميات وتعملي كل حاجه. وقلت بقى تحدي قدامكم، رحت جايبه شويه الزيت دول وقلت والله لا اعمل فيها كل الاكل ده، فراخ مشويه وكيلو بانيه وكيلو كفته وبطاطس وطعميه وسمبوسه، هظبطكم. يلا بقى نشوف نوتري كوك الحلوه دي. 1700 واط ما شاء الله، الله اكبر. والدرج ده بيشيل 5.5 لتر من الاكل، يعني ما شاء الله واسع وكبير ويسع حاجات كتيره جدا. طبعا الشبكه بتاعته دي انا غسلتها وهحطها اهو دلوقتي. ويلا بقى نشوف هنعمل فيها ايه، وهتاخد وقت قد ايه، وهتسحب كهرباء ولا لا، وهنشوف بقى قد التحدي ولا ايه الموضوع. بصوا هي فيشه ثلاثيه ده مبدئيا يعني نوتري كوك بجد يا جماعه من اسهل الاجهزه اللي استخدمتها في حياتي. بصوا شايفين انا فتحت الدرج بوريكم بس الشبكه اللي فيها من جوه، طبعا انا غسلتها. السهم لازم يكون محطوط بالوضع ده. وانا دلوقتي متبله فراخ ببصل مبشور وملح وفلفل اسود وشويه بابريكا كده. رحت فاتحه الدرج. بصوا ركزوا تفاصيلها بسيطه قوي. انا جايبه يا جماعه الكوبايه دي اصغر كوبايه عندي وحتى نصها يعني ما يعادل ربع كوبايه زيت. هعمل بيها كل ده. انا برص الفراخ اهو زي ما انتم شايفين. الفراخ لازم تشققيها كويس علشان تبقى مستويه وطريه معاكي. ما شاء الله الله اكبر يا جماعه. انا هوريكم طريقه تشغيلها. اديني حطيت فرشه في الشبكه وفرشه على الفراخ، ما احتاجتش اكتر من كده. دخلتها. بصوا بقى انا دخلتها بعد ما حطيت الفيشه، دوست اون وبعدين دوست على الفراخ، وبعد كده ببتدي اشوف درجه الحراره. هو بيقول لي الفراخ مشويه تاخد تلت ساعه، انا ما اقتنعتش بصراحه، عملتها نص ساعه. وبيقول لي 195 من درجه الحراره، لا انا عملتها على 200. معلش يا باشا بقى احنا بنجود. فيها ميزه بقى طبعا غير ان بيجي معاها البروشور ده او الكتيب او الدليل بالانجلش وبالعربي. المهم يا ستي اقريه كويس جدا قبل ما تبداي تستخدميه، وبعد ما تقريه شوفي بقى نفسك عايزه تعمليه على قد ايه. طبعا انا كنت عاملاها على نص ساعه. هي لوحدها بعد 15 دقيقه في نص المده بتقعد تزنلك كده علشان تقولك يلا اقلبيها على الناحيه التانيه. وبعد كده يا ستي تروحي فاتحه الدرج بتاعها كده. عدى ربع ساعه اللي هو نص المده ده، كده عملت ايه وشها. يلا بقى ايه نعملها على ظهرها علشان تكمل شوي. خلاص حطيتها هي لوحدها بقى، مش هدوس على حاجه تاني، هي لوحدها بتكمل ربع ساعه تاني. قيسي عليها بقى كل حاجه. كده عدى ربع ساعه تاني، هي كده بتقولي انا خلصت. خلاص يا جماعه كده عدى نص ساعه. انا بقى شفتها. اذا حسيتي انها محتاجه وقت تاني ممكن تعمليها 5 دقايق كمان. بس بصوا هي انا هنا حسيت انها طريه ومستويه بس عايزه احساس المشوي، فبصراحه طلعت الوراك وسبت الصدور 5 دقايق كمان. بس عشان تبقوا عارفين دي فرخه كبيره، يعني انت لو فرختك اصغر من كده مش هتاخد غير نص ساعه بس. كده خلصنا الفراخ زي ما انتم شايفين. وبعدين انا عايزه اوريكم اللي نزل منها. يعني احنا حطينا فرشه زيت صحيح عشان وشها يبقى كريسبي، مش عشان تستوي. هي كده كده هتستوي حتى لو انا ما حطيتش زيت، ده هي كمان بتاخد الزيت بتاعها وتنزل. بصوا انا بس بوريكم الطراوه والطعامه والجمال يا جماعه. اللي انا مستغربه له الفراخ المشويه في العاده بتبقى انشف من كده، يعني سواء في الفرن او على شوايه. لا دي فيها ميزه حلوه قوي، شويتها وطريتها في نفس الوقت. بس يا ستي حبيت بقى ايه اوريكي اللي نزل منها. يلا يا جماعه نتفاجئ مع بعض، ما انا مش هتفاجئ لوحدي. شايفين كل ده ملوش اي لازمه بجد يا جماعه. ضميرك هيبقى مرتاح قوي وانتي بتاكلي فيها. اكيد طبعا عايزين نعمل اكله تانية، وكده كده لازم تغسليها وبتنشفيها.
خلاص بقى انا برضو بحط فرشه زيت عشان انا عامله كيلو كفته. لزقيهم في بعض على قد ما تقدري. انا في الاخر لقيت الكفته كبيره ورحت مصغره بقى شويه اللي فضلانين. بصراحه هي عملت كيلو كفته الا صباع عشان اكون صريحه معاكم. حطيت فرشه تحت وفرشه فوق ودخلتها ودوست على لحمه، وبعدين لقيته بيقول لي 6 دقايق ودرجه حراره 200. قلت له لا 6 دقايق ايه يا عم. هو بقى لما قال لي الوقت ده وانا حبيت افتكس وازود في الوقت عشان انتوا عارفين انا بحب اجود في كل حاجه، اكتشفت لا الاحسن انك تعمليها على 195 10 دقايق. هي بقى هتيجي في نص المده بعد 5 دقايق وتزنلك كده، فانت تفتحي الدرج وتقلبيها على الناحيه التانيه وتقفلي الدرج، وما تدوسيش على حاجه تانية لما تقفلي الدرج في نص المده. هي هتكمل لوحدها من غير ما حضرتك تدوسي على اي زرار. وخلصت هي بقيه المده التانيه علشان تقولك انا خلصت واستويت طلع عيني. سامعين بقى الصوت ده؟ بتقول انا كده خلصت. خلاص يا جماعه بقى الكفته اتعملت، وبرده حابه اوريكم ما تزوديش عن الوقت اللي انا قلتلك عليه علشان ما تنشفش منك. على فكره هي بتنزل اي دسم فيها. هوريكم حالا دلوقتي نزلت ايه. يعني الفرشه اللي انا حطيتها دي عشان اللون، مش انا بحط فيها كالوريز. بصوا يا جماعه نزلت كل ده ملوش اي لازمه. طبعا بنغسلها وبننشفها في ثانيه الا ثانيه. حتى يا جماعه انا عماله اقول لكم الوقت طويل ونشفت، هي برده طريه وحلوه. بصوا بقى الفراخ البانيه انا مشققاها زي ما انتم شايفين كده. طب ليه انا نهله مشققاها قوي كده؟ عشان انا مش جايباها رفيعه، انا جايباها متوسطه ومشققاها كده عشان انا بحب الفراخ طريه. فلو حطيتي بانيه رفيعه قوي ممكن تنشف منك، فتجيبيها متوسطه وتشققيها وبعدين تتبليها وبيض وبقسماط وتحمريها في نوتري كوك الشقيه العفريته. حطيت فرشه زيت تحت وفرشه زيت فوق، وهاجي اقفل كده وبعدين هبتدي ادوس على ايه ان انا عايزه اشغلها والاقي الفراخ، ادوس على الفراخ. عملتها على 195 25 دقيقه وده في ايدك. انا ليه عملتها على 25 دقيقه؟ عشان انا عارفه انها هتيجي في نص المده وتزمر وهفتح الدرج. انا ساعتها لما افتح الدرج هقرر لما اقلبها على الناحيه التانية اذا كانت محتاجه نص الوقت كله الباقي ولا محتاجه اظبط الوقت واقلله. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين الفراخ بتاعتي كانت حجم متوسط، ما كانتش البانيه العاديه. انت لو عندك البانيه العاديه الحجم العادي اللي هو ارفع من ده حضرتك هتعمليها على تلت ساعه بس، وكده كده هي بعد 10 دقايق هتزنلك، هتروحي فاتحه الدرج وتشوفي هتكملي على 10 ولا 5 دقايق كمان. مش عايزه اقول لكم يا جماعه طريه وكريسبي وحاسه اني محمراها في كيلو زيت. بصوا بقى الحجم ده انا بحبه في البانيه عشان ما ينشفش مني، خصوصا لو انا مش هحمرها. طبعا اللي بتحمريها بتبقى ارفع عادي كده كده الزيت بيطريها، لكن القلايه انا جايباها زي ما انتم شايفين كده حجم متوسط اتخن من العادي. حتى انتم شايفين التخانه اهو بنفسكم، التخانه دي هتاخد 25 دقيقه. طب انا دلوقتي عندي فراخ عاديه، خلاص يا باشا كفايه تلت ساعه جدا. وزي ما قلت لك في نص المده بعد 10 دقائق لما تزنلك طلعيها وقلبيها على الناحيه الثانيه، وانت اللي هتقرري تاخد 10 دقائق كمان ولا 5 دقائق كمان. طبعا تخانه الفراخ يا جماعه براحتكم، انا بس اللي بحب الحاجه بخيرها. وعشان تبقوا عارفين كيلو الفراخ ملا الدرج. كالعاده بجيب برده وبحط فرشه زيت، وانا عندي بقى هنا بطاطس مسلوقه لمده 4 دقائق ومتبله عشان محدش يفتكرها نيه. انا بقولك على كل حاجه بصراحه. دلوقتي انا عملت دوست على البطاطس لقيته بيقول لي ايه 14 دقيقه على 180 درجه، رحت انا مخلياها على 195 وخليت ال 14 دقيقه دول 10 دقائق كفايه لاني سلقاها. جيت بقى ايه هي زنت بعد 5 دقائق طلعتها، والله طعمها تحفه، متبلها بملح وفلفل اسود وبصل وتوم باودر وبابريكا مدخنه وفرشه الزيت اللي انا قلت لكم عليها. وخلاص يا جماعه خلصت المده بتاعتها كلها. ما تنسيش حوار انها في النص لما تزنلك ما بتعمليش اي حاجه غير انك بتفتحي الدرج وتحركي الحاجه وتعمليها على الناحيه الثانيه وتقفليه تاني. ده مطرح البطاطس. احنا كده كده ما كناش حاطين غير فرشه واحده بس. ننضفها بسهوله جدا لو الموضوع مش محتاج يعني انك تغسليها، ولكن طبعا لما تيجي تشيليها بعد ما تستخدمي كل حاجتك لازم تتغسل وتتنشف وتتشال نظيفه. ما تنسوش بس حوار السهم اللي هو ايه هناك ده اللي هو بيدخل لجوه. اخر حاجه عن دلوقتي بقى عندي يا جماعه البطاطس النص مقليه. طب انا على نفسي اعمل البطاطس دي وما اشتريهاش نص مقليه، اعملها انا. خلاص قطعيها صوابع، اسلقيها 3-4 دقايق، حطيها رشي عليها زيت، دخليها هتاخد من 10 دقايق لربع ساعه. عملتها على 10 دقايق 195 درجة الحرارة. هي تيجي بعد 5 دقايق تقول لي يلا حركيني ودخليني تاني. عملت كده ودخلتها تاني ومضفتش على اي حاجة، هو كمل البروجرام بتاعه لوحده. خلصت وانا حابه بس اسمعكم الصوت. ودي يا جماعة مش بطاطس انا مخرطاها ونية، دي جاهزة نص مقلية.
دي بقى سمبوسه، وكمان الطعميه دي انا شاريها من السوبر ماركت، بتتباع كده في اكياس. حبيت بس اوريكم. خلاص التحدي يا جماعه خلص، ولسه في ستيل في معلقه زيت بالفرشه، يعني دول ربع كوبايه طبيعيه من الزيت، لان هما نص الكوبايه دي اصغر كوبايه عندي. حطيت الطعميه وحطيت السمبوسه وحطيت فرشه زيت على الموضوع كله. ظبطت الحراره على 190 وعملتها على ربع ساعه ودوست ستارت، علشان انا عارفه انها هتيجي بعد شويه وتقول لي يلا اعملي على الناحيه التانيه. وبالفعل في نص المده بالظبط بفتح الدرج وبعملها على الناحيه التانيه من غير ما بدوس على اي حاجه. ما تقوليش ايه ده دي اتقفلت، لا يا حبيبتي هي ما اتقفلتش. حضرتك انت وانت بتقفلي الدرج هي اوريدي هتكمل البروجرام بتاعها من غير ما حضرتك تتدخلي تماما. اهو بصوا لوحدها، ايش خيالي يا ناس، لوحدها هي عارفه بتعمل ايه كويس. خلاص يا حلوين كده المده كلها خلصت. بصوا بقى سمعوني احلى سلام يا ولاد لاحلى اكل في الاير فراير نوتري كوك. بجد يا جماعه انا عاشقتها، انا وقعت في غرامها. ايوه كده ايوه كده، هي دي الطعميه والله العظيم، احلى مليار مره من اي زيت. طبعا السمبوسه براحتك تحشيها جبنه، تحشيها لحمه مفرومه. ده كان احلى قرار لاجمد اختراع. نوتري كوك 1700 واط 5.5 لتر، براند امريكي يجنن. ميرسي جدا يا شيف شيماء الحديدي مطبخ حلا يا جماعه، مش عارفه اشكرها ازاي على الاقتراح ده. ميرسي جدا جدا يا ايمان على الجروب الجميل بتاعك، جروب البيت الخليجي او البيت الاماراتي، عندها جروبين يا جماعه. بجد انا مش عارفه اشكركم ازاي على المصداقيه. اكل كتير جدا اتعمل بشويه زيت قد كده، بدل ما نشتري زيت ونكلف زيت او ناكل في مطاعم او ناكل اكل مش صحي. الاكل اكتر من رائع يا جماعه، وعلى ضمانتي بجد حلو جدا. هسيب لكم كل التفاصيل في الكومنتات. نفسك في فراخ مشويه، نفسك تفطري طعميه، نفسك في شويه بطاطس، تعملي فراخ بانيه، انا بتهيألي انت الشهر كله مش هتحتاجي حتى ازازه زيت لتر واحد بس، والله العظيم بدون مبالغه. اديكوا شفتوا اهو حلوه قوي. انت مش عايزه تدوقي الفراخ البانيه؟ مش انت مش مصدقه ان دي اتعملت في الاير فراير؟ لا دوقيها بقى وقولي لي ايه رايك. ايه ده؟ والله العظيم يا بنتي ده ربع ساعه وبقت كده، وما خدتش معلقه زيت الكيلو بانيه كله. انا حياتي كده خلاص اتغيرت. خلاص ما تقليليش اي حاجه تانية. خلاص جاي على هواكي قوي الموضوع ده صح؟ طبعا. وريني بقى كده. لا استني بقى كده ما نشوف الموضوع ده. ايه الحوار ده؟ هو ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ دوقي بقى الصدر يا باشا، علشان المفروض انه بينشف، علشان المفروض انه مش بيستوي. انا مش عارفه ازاي دي ما خدتش 25 دقيقه وبقت فرخه مشويه مستويه بالجمال ده. خلوا بالكم ما حطيتهاش رفيعه قوي عشان اديها كده ايه فرصتها عشان ما تنشفش. هو بصراحه انا خلصت نص البطاطس دي. البطاطس دي قبيتي، بطاطس نص مقليه، الاتنين احلى من بعض. ده احلى اختراع عرفته البشريه فعلا. سامعين القرمشه؟ انا لقيت الطبطبه، انتوا لقيتوها؟ ولا بتستهلك كهرباء ولا بتستهلك زيت وسريعه. شكرا يا ايمان على المصداقيه، شكرا على كل حاجتك الجميله اللي دايما بتقدمها لنا في الجروبات بتاعتك. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. بحبكم قد الدنيا دي كلها، ما تحرمونيش من كومنتاتكم الحلوه، عايزه اعرف رايكم فيها. واشوفكم الفيديو الجاي يا حلوين. باي باي باي.